بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني في فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن اصدار لسه منزلش ساعة سمارت، وهي شاومي واتش 2 برو. انا عارف ان في ناس كتير جربت الاصدارات القديمة لشاومي، زي اللي هي الماي واتش اللي تم اصدارها في 2020 وكانت وقتها بتقلد شركة ابل في التصميم. والاصدار التاني ليهم كان اللي هو الاس 1 اللي تم اصداره في 2021. كان تصميمها وقتها رياضي وبصراحة عملت ضجة، لكن للأسف حاليا في شركات كتير سبقت شاومي، لأن في شركات كتير فعلت إمكانية تركيب شريحة التليفون اللي هي ال SIM. ممكن تركب الشريحة داخل الساعة السمارت، أو نظام الشريحة الهوائية اللي هي ال ESIM اللي كلنا سمعنا بيها وقت إصدار تليفون آيفون 14، اللي هي نظام الشريحة الهوائية، يعني اللي هو من غير ما تضيف شريحة للتليفون أو شريحة للهاتف بيعمل نظام كونكت بينها وبين الشركة اللي انت متصل بيها كخط ليك زي فودافون أو غيره، وهي تعمل كونكت ما بينها وما بين الساعة بتاعتك أو بين التليفون من غير ما تضيف شريحة داخلية للساعة أو للتليفون. بالنسبة بقى للإصدارات القديمة لساعات شاومي، الأغلبية معجبتهمش بسبب الإمكانيات، وفي معجبتهمش بسبب التصميم. لكن لو كنت وقتها أول مرة تلبس سمارت واتش كانت هتعجبك، لأن ما كانش هيبقى فيه مقارنة من جواك لأي موديل لبسته قبل كده. ودلوقتي في تسريب إن شاومي شغالة على ساعة وهتسميها 2 برو، وفي تأكيد كمان إن هي هتدعم بطاقة ال SIM اللي هي الشريحة، بس مش هتدعم نظام ال ESIM. وأنا شايف إن ده أفضل حاليا، لأن في دول كتير لسه ما بتدعمش نظام ال ESIM. وكمان المتعرفوش إن السوق المحلية الصينية لحد دلوقتي ما بتملكش بنية تحتية كويسة لنظام ال ESIM. والحلو في الحوار إن الشريحة ممكن تستخدمها في الساعة كهاتف مستقل بعيد عن التليفون، يعني مش لازم تفضل متصل بالتليفون بالبلوتوث عشان يوصلك الإشعارات أو الرسائل أو ما شابه. يعني هتستخدم الساعة في إجراء المكالمات، وكمان ممكن تتصفح عليها أبليكيشن خاص بالنت من غير ما تكون متصل بالتليفون الشخصي بتاعك. بالنسبة بقى لباقي المواصفات لسه مفيش معلومات كتير في الوقت الحالي، بس من المفترض ان هي هتنزل بشاشة مقاس بوصة ونص، والمعالج بتاعها احتمال ينزل سناب دراجون 4100، ممكن ينزل اعلى من كده. والبطارية مش هتقل عن 200 ملي امبير، غير طبعا بقى المستشعرات بتاعة الصحة والنشاط البدني. بالنسبة بقى للسعر مش معروف لحد الآن، بس الأكيد إنها هتبقى أغلى طبعا من الموديلات اللي فاتت، لأنها أعلى في الإمكانيات وفيها نظام إضافة شريحة، وكمان بسبب ارتفاع سعر الدولار من زمان، يعني من 2020 لحد دلوقتي في فرق جامد. بالنسبة بقى للساعة هتنزل أو تتقدم للجمهور إمتى رسميا، احتمال بقى آخر السنة دي أو في الشهور الأولى من السنة الجاية. والأهم من ده كله متنسوش تدعمونا بالاشتراك لو عجبكم الفيديو أو حتى ما عجبكم.